النهارده ان شاء الله مفروض دي يعتبر ثالث حصه في التكاثر. احنا اتكلمنا حصه على التكاثر اللاجنسي، وقعدنا نحكي التكاثر اللاجنسي، تبرعم، تجدد، انشطار ثنائي، وفهمنا ان التكاثر اللاجنسي ده يلا بينا. المهم، فاحنا بدأنا نتكلم عن التكاثر اللاجنسي. قلت لك في كائنات ربنا خالقها ما عندهاش أجهزة تناسلية، كائنات مش مميزة، ما فيش منها ذكر ولا في منها أنثى. كائن زي ده عايز يتكاثر، فغالبا الكائنات دي كلها بتلجأ إلى التكاثر اللاجنسي. قطع نفسه حتت ويبدأ يطلع أفراد جديدة، يقسم نفسه نصين ويبدأ يطلع أفراد جديدة، بس أفراد ياما بقى، أفراد ياما، أفراد ياما ياما ياما. لما ينتج أفراد ياما ده ميزة يا ناس، ميزة اللي بقى أنتج عدد كبير عدد كبير عدد كبير من الأفراد. فدي بالنسبة للحياة ميزة. عنده عدد كبير، بص التكاثر اللاجنسي، حط أميبا في المية سيبها شوية تلاقيها بقت أميبات كتيرة. هي واحدة وعملت تكاثر لاجنسي، فبدأت أعدادها تزيد 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 تزيد، بقى عندها ميزة حلوة اللي هي بتخلف ياما. الميزة دي مش موجودة فينا، احنا بنفضل مستنيينك لغاية ما توصلي ل20 سنة عشان تيجي بعلم، ويا دوبك التاني وتجيلك شلل. فانت عمرك كله ممكن تخلفي لك عيل عيلين، ولما نقوله ها تجيب لها 3 في عمرها كله. احنا الاميبا بنحطوها حبه بال100 وال200 وال300. يا لو كان الانسان كده يخلف له 200 300 500 عيل، كان اخد عندنا الصفه بتاعت العدد. احنا ما عندناش سرعه في النسل، احنا بطاء قوي، بناخد سنين طويله عبال ما نوصل لمرحله البلوغ، وبعدين ينضج، وبعدين ينفع يتهيأ للتكاثر، فبناخد وقت طويل. يبقى التكاثر اللاجنسي ده عنده ميزتين، سرعه واعداد، ودي مش متوفره في التكاثر الجنسي بتاعنا. احنا بنتجوز تكاثر امشاج مذكره امشاج مؤنثه، يندمجوا مع بعض يعملوا زيجوت جنين، والجنين يكبر ينقسم ويكبر الجنين وينزل عيل متخلف ما بيفهمش يزهقنا في عيشتنا. التكاثر الجنسي عنده ميزه، اللي هو العيل الصغير ده اخذ احسن الصفات في ابوه واحسن الصفات في امه، فطلع عنده صفات جديده، يعني عنده تنوع وراثي. يعني انت صفاتك احلى من اللي قبل منك. هنيجي بقى انت تتجوز فهتجيب عيل صفاته احسن من اللي جابوه ومن اللي خلفوه، يعني ده معناها ان الصفات كل شويه بتبقى ايه؟ احسن فاحسن فاحسن. فالتكاثر الجنسي بيضمن التنوع، مذكر مؤنث يضمن التنوع. يبقى كده بقى التكاثر الجنسي ليه مميزات. احسن حاجه في التكاثر الجنسي اللي بيحصل تنوع وراثي عشان يقاوم التغيرات. احسن حاجه في التكاثر اللاجنسي اعداد ياما وسرعه، فده ليه ميزه وده ليه ميزه. ظهرت كائنات طماعه عايزه ايه؟ عايزه تجمع بين ميزه ده وميزه ده. لو تكاثرت جنسي بس يبقى هتاخد صفات او مميزات الجنسي بس. لو تكاثرت لا جنسي بس هتاخد مميزات اللا جنسي بس. فقالت لا، انا هعمل ايه؟ هعمل جزء من حياتي تكاثر جنسي وجزء من حياتي تكاثر لا جنسي عشان اجيب عيل. يبقى دي افراد كائنات معينه جمعت ما بين التكاثر الجنسي واللا جنسي في دوره ايه؟ واحده. ايه الكائنات دي يا صاحبي ده؟ بص، في كائنات عشان تخلف عيل بتعتمد على التكاثر الجنسي بس، يبقى دي انتاج الافراد الجديده جايه من تكاثر ايه؟ جنسي.
يبقى دورة حياتها كلها دورة ايه؟ جنسية. وفي كائنات دورة حياتها كلها تكاثر لا جنسي، يبقى الدورة بتاعتها كلها لا جنسي بس، يبقى إنتاج الأفراد الجديدة بيعتمد على تكاثر ايه؟ لا جنسي. وفي كائنات دورة حياتها جزء منها جنسي وجزء لا جنسي. يعني هل بالجنسي بس يخلف؟ لا. هل باللا جنسي بس يخلف؟ لا. طب لو عمل جنسي ولا جنسي يخلف، يبقى ده بيعتمد على التكاثر الجنسي ولا التكاثر اللا جنسي، ولا بيعتمد على الاثنين؟ على الاثنين. زي مثلا مين؟ بلازموديوم الملاريا، زي نبات الفوجير، زي كزبرة البئر. كم حاجة دول عندنا؟ 3. 3 حاجات عندنا اللي هيحصل فيهم الحكاية دي. هل عندنا نبات زي الفوجير بيعتمد على الجنسي ولا اللا جنسي ولا الاثنين؟ الاثنين. اي كائن عشان يخلف اعتمد على التكاثر الجنسي واللا جنسي في دورة واحدة، احنا نسموه تعاقب اجيال. اسمه تعاقب ايه؟ كلمة تعاقب اجيال يعني ايه؟ يعني اعتمد على التكاثر الجنسي واللا جنسي مع بعض في دورة ايه؟ واحدة. ايوه، هي دورة واحدة. طب بما انك بتفهم شوية مش ياما، ايه رأيك هكتب سؤال وتقول لي الاختيار الصح ايه؟ في تعاقب الاجيال، 1 يحدث تكاثر جنسي، 1 جنسي و1 لا جنسي، ولا في تعاقب الاجيال بيحصل 2 جنسي، مرتين جنسي، و 3 مرات او مرة لا جنسي، ولا بيحصل عندنا 1 جنسي مثلا و3 لا جنسي، ولا غير محدد؟ ماشيين على نظام بصمجية، دور على حاجة ايه؟ جميع ما سبق، اي حاجة فيها كلام مختلف. هل تعاقب الاجيال اللي انا حكيته ده بيحصل 1 جنسي و1 لا جنسي، ولا بيحصل 1 جنسي و2 لا جنسي او 3 لا جنسي، ولا بيحصل 1 لا جنسي و2 جنسي، ولا غير محدد؟ طبعا تقعد انت في الامتحان تركب الهوا. استاذ حميدة انا شايف ان كل الاجابات تنفع. ممكن يعمل مرة جنسي ويكمل الدورة بكمان 1 جنسي، ومرة يعمل 1 جنسي و1 لا جنسي، او 2 جنسي و1 لا جنسي، او 2 لا جنسي و1 جنسي. انت رأيك ايه؟ يعني انت لو اتحطيت في وضع الاختيار ده هتختار ايه؟ ايه؟ اول واحدة 1 جنسي و1 ايه؟ لا جنسي. اللي رأيه هذا الإجابة يرفع ايديه. إجابة صحيحة وهتاخد 0 مع إنها صحيحة. ليه يا أستاذ حميد؟ دور على إجابة تاني. أدينا بندردش كده. إيه؟ الرابعة إجابة ملهاش علاقة بالموضوع. إحنا بنحدد. أستاذ حميد استنى بقى. 2 جنسي؟ استحالة. يبقى دي بره اللعبة. دي تنفع يحصل 1 جنسي و3 لا جنسي مثلا. ممكن دي تحصل، ممكن. سلام حبيبي. التكاثر عن طريق تعاقب الاجيال هو عباره عن كتاب المدرسه. انا مش هجيب حاجه من بيتنا. كتاب المدرسه كاتب ايه؟ كاتب عندنا تعاقب الاجيال هو عباره عن حدوث تكاثر جنسي ثم يتبعه تكاثر لا جنسي او اكتر من اللا جنسي. يبقى هو حدد اللي لازم الاجابه يكون فيها كام جنسي؟ 1 بس. يعني لازم الجنسي هنا بيبقى 1 ويتبعه عندنا ايه؟ لا جنسي. ممكن لا جنسي يبقى لا جنسي 1 او اكتر من 1. يعني الاجابه دي تنفع والاجابه دي ايه؟ تنفع. طبعا انا لما الاقي واحده منهم. طب افرض الاثنين اتحطوا مع بعض كده والهبد بقى اللي بيحصل في ثانويه عامه، تختار مين فيهم؟ ايه؟ الاولى ولا الثالثه؟ الثالثه هي اللي تحصل اكتر.
يعني تملي عندنا الحاجه الغير منظمه هي اكتر. فهنا الاقي واحد جنسي واثنين لا جنسي وثلاثه لا جنسي، هي دي اللي هنلاقيها ياما. اما هنا عندنا واحد جنسي وواحد لا جنسي، دي بيسموها دوره نموذجيه. اسمها دوره ايه؟ نموذجيه. حتى لما يجي يقول لك تعاقب الاجيال النموذجي، تفهم اللي هو واحد جنسي وواحد ايه؟ لا جنسي. طبعا كل ده ملوش علاقه بالدرس. احنا بندردش الاول. بندردشوا على ايه يا استاذ حميده؟ بندردشوا على التعريف اللي في كتاب المدرسه. هو كتاب المدرسه كاتب ايه؟ ما احنا مش هنعدي كلمه. تعاقب الاجيال، بعض الانواع لها القدره على التكاثر بالطريقتين. هتتكاثر جنسيا وتتكاثر ايه؟ لا جنسيا. في دوره واحده، في دوره واحده، يعني عمره ما هيخلف الا لما يعمل التكاثر الجنسي والايه؟ واللا جنسي. بص، حيث يتعاقب جيل يتكاثر جنسيا مع جيل او اكتر لا جنسيا، يبقى حدد عندنا اللا جنسي هو اللي بيكون ايه؟ كذا واحد، اما بيكون الجنسي هو واحد وبس. حلو الكلام يا سمير. طيب وبعدين، وده طبعا منتشر في الكائنات المتطفله دي مهيسه. وطبعا انا قلت لك عندنا ايه المميزات اللي هو يعمل جنسي ولا جنسي مع بعض. يجمع عندنا، ياخد الجنسي التنوع الوراثي، وياخد من اللا جنسي العدد والايه؟ والسرعه. انها مقدمه يا ساده، دي مقدمه الدرس. انا مش جاي عشان كده النهارده. احنا جايين عشان ايه؟ احنا جايين ناخد النهارده الدورات. والدورات هي اصعب حاجه من الحاجات اللي بتخلي الدماغ تلوش، كله بيخش في بعضه. هناخد دوره البلازموديوم، وهناخد عندنا دوره الفوجير. ودوره الفوجير عشان هتيجي في اخر نص ساعه، فبتبقى الناس دماغها هيست، فهتروح تلاقيها انا هشرح، وهتروح متلاقيني منزل لك النص ساعه تتفرج عليها تاني، عشان بتبقى في الاخر انت دماغك هيست، فالحتت الاخيره بتقع منك. فتعالى يلا بينا. بص هنبدا اهو. انا عندي 3 امثله بس اللي بيعملوا تعاقب الاجيال ده. عندي البلازموديوم، وعندي الفوجير، وعندي كزبره البيض. وسيب كل حاجه ويلا بينا، انا اللي هبدا الشرح. البلازموديوم، الملاريا. يلا اسمع بقى. طبعا انتوا مستغربين انا ليه اول مره اشتغل على السبوره، صح؟ يبقى اكيد في حاجه غريبه اعملها. ما انا مش هحط الرسم على السبوره واشرحها، انا هاخدها كلها كامله بتفصيلها حته حته، عشان تفتكر انا كنت بقول ايه على كل حته وانا برسمها. انا هرسم الدوره كلها كامله بشرحها. تعالي بقى، اكيد سمعتوا كلكم عن مرض الملاريا. الله يرحمهم، مئات من البشر ماتوا بسبب الملاريا دي. الملاريا دي مرض اللي بتنقله وتجيبه في جسمنا بعوضة ناموسة. عارف الناموسة شوف بتورث ازاي؟ حاجة شبهها كده. اسمها ايه دي؟ بيسموها عندنا بعوضة الانوفيليس. اسمها ايه يا اسمي ده؟ انوفيليس. انطقها معايا. انوفيليس. اسمها ايه؟ يا عالم يا تنحى، اسمها ايه؟ انوفيليس. دي بعوضة، في منها ذكر وفي منها انثى. الذكر غلبان قوي، عارف على نيته خالص، يطير ملوش دعوه بالدنيا، ويروح نازل على زهره ورده، يحط بوزه ويشرب العسل، يتغذى على الرحيق. كائن بيتغذى على الرحيق. هل ده ينقل مرض؟ واحد بياكل عسل، اكيد ده ما ينقلش امراض. يبقى احنا كده طلعنا الذكر من اللعبه. ليه؟ عشان الذكر بيتغذى على الرحيق. تعال بقى للعقربه دي عقربه بتتغذى على الدم، واللي بيتغذى على الدم ينقل المرض. يبقى مبدئيا قبل اي حاجه، مين اللي بينقل المرض اللي احنا هنتكلموا عليه ده؟ انثى البعوضه. الذكر ملوش دعوه. ولو سالك
الذكر ملوش دعوه ليه؟ عشان ده بيتغذى على ليه؟ على الرحيق، ملوش دعوه بالدم. حلو. الانثى عندها بقها ميه، عارفين الميه البقينه دي؟ ده اسمه ايه الميه البقينه دي؟ لعاب. عندها جوه غدد اسمها الغدد اللعابيه. الغدد اللعابيه واللعاب اللي في بقها ده هو ده اللي فيه المرض، هو ده اللي فيه الطور المعدي. هي بقى ساعة ما هتقرصنا هتروح منزله من اللعاب بتاعها الطور المعدي اللي هيعديك وهينقله جوه جسمك. يبقى قبل ما ابدا لازم ترسم يا حميده. ده جلدك، جلد تخين، دي شتيمه على فكره. اهو ده الجلد بتاع سيادتك، مجموعه من الخلايا وعليها خلايا. جلد يا ناس، اهي جلد بتاع السنه اللي فاتت، ده جلد انسان. ايوه. تيجي عندنا البعوضه هانم تروح جايه اهي، ادي البعوضه هانم بوم بسنها تروح ضربك واحده طخ، تروح ضربه عندنا بوزها في جلدك. عشان ايه؟ تشغل الشاليمو، تشفط الدم. فلما تضرب كده الحاجه اللي جوه جسمها المعديه هتنزل في دمك. ايه بقى الحاجه المعديه دي؟ بص، يوجد في لعاب البعوضه الطور المعدي. ايوه، اسمه ايه المعدي ده؟ اسمه اسبروزويد. اسمه ايه يا صاحبي ده؟ اسبروزويد. قولوا معايا، اسبروزويد. اسبروزويد. انت بتقعد صوتكم ليه يا عالم يا بارده؟ اسمه ايه؟ اسبروزويد. اسبروزويتات جمعها، انا بقولها مفرد وجمع عشان عارف انتوا طبعا محو اميه. اسمها ايه؟ اسبروزويد. يبقى اسبروزويد. انت دلوقتي هتقوم تقولها اول ما دي هتقعد تعمل منظرك هتبقى شبه القفا. بيسموها عندنا الايه؟ الاسبروزويتات. اسبروزويد ده بقى هو ده الكائن، هو ده اللي هيعديك، هو ده اللي هيخش جوه جسمك، هو ده اللي هيتكاثر، هو ده اللي هينتج منه اعداد عشان يموتك يا عبيط. اسمه ايه؟ اسبروزويد. تروح جايه الناموسه، جايه البعوضه يعني اللي فيها الاسبروزويتات، تروح ضربك في جلدك، يروح جاي الاسبروزويد يخش جوه جسمك. شكله ايه الاسبروزويد ده؟ الله، عارف العين المسحوبه؟ شايف؟ اتفرج على الجمال. ايه العين الجميله دي يا ناس؟ عارف لما تلاقي عين مسحوبه من الجنبين؟ ده بيسموها مغزليه الشكل. بيسموها عندنا ايه؟ مغزليه. اهو هو بقى الطور المعدي ده شكله مغزلي. اهو مغزلي شبه العين المسحوبه كده، فيقولوا عليها عندنا مغزليه الشكل. دخل جوه دمك، مفروض اول ما يخش جوه دمك مين هيجري عليه يهاجمه؟ اكيد المناعه. قولي مناعه. يخرب بيت المناعه اهي جايه، هتمشي على بص. اول ما نبدا المناعه هتروح جاي ماشي كده على ايديك وتزحف على بطنك. عارف هيجي لك تخلف عقلي وانت بتسمع المناعه دي. هتلاقي حاجه دخلت على جسمك، مفروض هنا هيبدا حاجات تهاجم. هو بقى لعيب، مش هيقعد ياما، هيهرب. هتهربي تروحي فين يا سبروزويد؟ انا مش هقعد هنا. اول ما يخش الدم يجري السبروزويد، بيتحرك يعني بيمشي مع الدم ويوصل عندنا هنا على طول سريعا. ايه ده؟ ايه ده؟ القلب. ايه ده القلب بقى كده الشطاره دي؟ ايه ده يا جماعه؟ ده الكبد. اسمه ايه؟ يبقى السبروزويد اول ما دخل على الدم جرى راح على ايه؟ على الكبد. الكبد من جوه خلاياها سداسيه الشكل. الله على الشكل السداسي، كل كلمه بقولها ده سؤال. هنا خلايا سداسيه
سداسية، احنا بنسميها الخلايا الكبدية، وشكلها سداسي بالشكل ده. يجري ده يخش يروح جاي تك تك يخش جوه الكبد كده. مين هرب دخل جوه الكبد؟ السبيروزويد. يبقى السبيروزويد كان موجود في لعاب البعوضة، وهو ده الطور المعدي. لما جيت سيادتك اتقرصت راح جاي عندنا ده دخل جوه الدم، اسمه السبيروزويد. عشان لما اجي اقول لك الطور المعدي للانسان تعرف اللي هو السبيروزويد. اول ما بيخش جوه الدم بيتجه السبيروزويد الى مين؟ الى الكبد. الكبد اللي هي تحتوي على خلايا شكلها ايه؟ سداسيه الشكل. ويبدا الانقسام ويبدا التكاثر. مين اللي هيتكاثر؟ السبيروزويد. هيعمل تكاثر لا جنسي بالتقطع. اسمه ايه يا اسمي ده؟ تكاثر لا جنسي. قطعني حتت. عارف انت قطعني حتت دي؟ اهو انا بس هدي لك المعنى، بس هو اكبر من كده. تخيل السبيروزويد كده تك 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 اتقطع لحته. الحته دي تعمل سبيروزويد والحته دي تعمل سبيروزويد. طبعا انا بديك بس المعنى بتاعها. كده هو هيبدا يحصل له ايه؟ تكاثر. هل ده في امشاج؟ هل في امشاج مذكره ومؤنثه وجنين ونين لا. هنا في ايه عندنا؟ تكاثر لا جنسي. اتقطع وبدا ينمو اعداد منه. يبقى اللي حصل جوه الكبد تكاثر جنسي ولا لا جنسي؟ ولا جنسي عن طريق ايه؟ التقطع. صعب كده الكلام. ويطلع من الكبد بشكل جديد. هو دخل الكبد شكله مغزلي وهربان. طلع من الكبد واحد ولا عدد؟ عارف زي واحد اتضرب على قفاه طلع يجري منطقته، جاب عندنا 20 30 راجل وجاه وقف بقى كده اللي كان بيهرب. وروني مين اللي جاي يضربني وجاي يهاجمني بقى. كده هيطلع من الكبد اعداد اكتر بشكل جديد. شكل جديد يعني هيبقى شكله ايه؟ يعني ما هو داخل شبه العين. هيطلع شكله شكله ايه يا حلوين؟ مغزلي ولا دائري؟ دائري. هو كان داخل شكله شبه العين، طلع من الكبد شكله دائري بشكل جديد، نتج من التكاثر اللاجنسي بالتقطع. مين بقى اللي طلع ده؟ اللي طلع ده اسمه الميروزويد. اسمه ايه؟ ميروزويد. سبوروزويد. يبقى دخل سبوروزويد وطلع ميروزويد. دخل مغزلي وطلع دائري. واضح ان حصل تكاثر ولا ما حصلش تكاثر؟ كل اللي انا بحكيه ده حصل فين؟ في الكبد. ركز عشان انت هتقوم تقول لي الكلام ده. هقوم اقول لك ايه يا استاذ حميده؟ هتقوم تقول لي في انثى البعوضه يوجد الطور المعدي اسمه سبيروزويد. عندما يصاب الانسان يدخل سبيروزويد للدم ويتجه للكبد، ثم يبدا تكاثر لا جنسي بالتقطع وينتج عندنا من الكبد في شكل جديد يسمى ايه؟ ميروزويد. صعب لغايه دلوقتي؟ انا بحكي لك وماشي معاك كاننا بنحكي حكايه قبل النوم. الميروزويد حد يجي لي وانا اتفرج هعمل ايه؟ عارف الفتوه؟ يروح جاي الميروزويد ده يجري. رايح فين؟ انا رايح لكرات الدم الحمراء. يخرب بيتك، انت هتبدا تفتري على الجسم. يبقى بعد ما طلع الميروزويد اول حاجه هيعملها هيطلع يجري يهاجم مين؟ كرات الدم الحمراء في جسمك. يروح جاي عندنا المنظر ده كده، ادي كرات الدم الحمراء، يروح جاي داخل جواها هوبا، وبدانا الانهيار يا حمار. ايه اللي هيحصل؟ بص اللي حصل هنا، الميروزويد دخل جوه كرات الدم الايه؟ الحمراء. وفجأة اتفرج على فجائتي النهارده، يحدث جوه هنا تكاثر لا جنسي بالتقطع. يخرب بيتك تاني. ويجي بقى بدل ميروزويد يبدأ عندنا خير اللهم اجعله خير، ميروزويد.
تكاثر ولا مش تكاثر؟ هو دخل ايه؟ واحد ميروزويد دخل جوه كرات الدم الحمراء، راح عامل تكاثر لا جنسي بالايه؟ بالتقطع، فاتملت عندنا بالميروزويد. يسقط؟ ما يسقطش، يروح جاي داخل تاني تكاثر لا جنسي بالتقطع تاني. يا لهوي يا لهوي، كده عندنا كرات الدم الحمراء هيبقى فيها ميروزويد قد ايه؟ كتير كتير كتير، يخرب بيتك كل دي خلفه. بص 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 كده كرات الدم الحمراء بو زي بالونه تتنفخ بايه؟ بالميروزويتات، قاعده تخلف. فبقت حجم كرات الدم حجمها طبيعي ولا مش طبيعي؟ عارف لو اخدنا عينه من انسان في اللحظه دي هتلاقي كرات الدم بتاعته ايه ده؟ ايه كرات الدم الغريبه دي؟ هي المفروض حجمها كده، تلاقي كرات الدم منفوخه كده. اكيد كرات الدم دي منفوخه عشان مليانه جواها ايه؟ ميروزويد ياما. كل ده جاي بالتكاثر اللاجنسي، دوره ولا اكتر من دوره؟ ده حصل تكاثر لاجنسي ثم حصل تكاثر لاجنسي، فبقى عندي كرات الدم الحمراء منفوخه بالميروزويتات. ايها العالم المفقود، عالم لا يعلم شيء الا التخلف. الانسان ده عرف اللي هو اتصاب؟ عرف كده؟ عرف ولا ما عرفش؟ عرف ازاي؟ هو ايه؟ استني كده، استني بس. يا كرات دم يا دم دي منفوخه؟ عايز اعرف بس انت اخبارك ايه يا كرات الدم؟ ايه ده؟ هو في حد داخل جوه؟ هيعرف منين الانسان؟ هو في حاجه ظهرت على الجسم تبين لك اللي هو اتصاب؟ لا، الانسان ده قاعد اهو سليم، اهو قدامك اهو سليم، ما فيهوش اي حاجه، ويجري ويلعب ويتكلم. هو ما يعرفش ان المرض دخل جواه. هيعرف منين؟ يا جماعه احنا بنعرفه ازاي اللي احنا عيانين؟ لما يظهر حاجات على جسمنا او نحس ان احنا سخنانين. انت دلوقتي جسمك سليم، مفيش حاجه ظهرت، وكل ده بيحصل جوه جسمك وانت مش حاسس يا عبيط. ايه ده صاحبي؟ ده كل القصه دي وانا ما اعرفش؟ انت اخرك بس ان ناموسه هي مالها عندنا، بص بقى وتقعد تهرش فيها، بس ده اللي انت حسيت بيه زي اي ناموسه عاديه. دخلت بقى جوه، جرت راحت للكبد، انت مش حاسس. راحت عندنا على الكبد وتكاثرت لها جنسيا بالتقطع وانت مش حاسس. راحت عندنا طلعت من الكبد ميروزويتات وانت مش حاسس. راحت عندنا هجمت كرات الدم الحمراء وانت مش حاسس. بدأت تتكاثر لها جنسيا عدة مرات وانت مش حاسس. خلفت ميروزويتات ياما جوه جسمك وانت مش حاسس. كل دي ما ظهرش على جسمك حاجة تبين ان انت جالك مرض او اتصبت بالملاريا. الفترة من ساعة دخول السبيروزويد حتى دلوقتي اللي هي ايه؟ في اعراض ظهرت عليك؟ فيش اعراض ظهرت عليك. طب ايه اللي هيحصل يا حميده؟ كل الفترة دي تطلق عليها في العلم فترة الحضانة. اسمها فترة الايه؟ الجسم ما يعرفش بقى، انا كإنسان ما اعرفش ان انا متصاب. فترة حضانة، كل ده في فترة الحضانة، كل ده ما فيش حاجة ظهرت عليا، كل دي اسمها فترة حضانة. وفجأة اتفرج على فجآتي النهارده، بوم، تنفجر عندنا دي. بعدين لك اكتبها هنا، تنفجر دي. يلا فجرني يلا. بص اللي هيحصل، تنفجر. هي الحمد لله طلعنا، ويطلع من هنا مئات اعداد من الميروزويدات. يلا اول ما ينفجر ده
الانسان مره واحده يلاقي نفسه حرارته بوم 40، الحق ده سخن قوي، تلاقي نفسك مره واحده سخنت، وبعدين يبدا عرق جامد يطلع على جسمك، وبعدين تترمى كده على الارض وتقعد تترعش رعشه. كده حصل لك كام حاجه؟ 3. وانا عيان ولا ايه؟ انت لسه فاكر؟ بدأ يظهر على جسمه ايه؟ اعراض. اول ما يظهر على جسمك اعراض كده نقوله فترة الحضانة خلصت. ظهر بقى على جسمك اعراض. السؤال اللي الناس المفروض تسألهوني دلوقتي، هو ايه اللي خلى الاعراض تظهر؟ عشان مين اللي طلع في الدم؟ استاذ حميدة عشان الميرزايد طلع في الدم. ها ده اللي الناس بتقوله، يقول لك الميرزايد طلع. حبيبي للاسف مش ده هو اللي خلى الاعراض تظهر. امال ايه يا استاذ حميدة؟ لحظة الانفجار لاحظنا مع خروج الميرزايتات في مواد سامة طلعت من الانفجار. فواحد هيقول لي جت منين المواد السامة دي؟ هو خلايا الدم الحمراء بيبقى فيها مواد سامة؟ لا يا حبيبي ما فيهاش مواد سامة. امال جت منين المواد السامة دي؟ فضلات مين؟ هو مش الميرزايد ده قاعد جوه وقاعد يتكاثر واعداد جوه فهيبدا ياكل. استاذ حميدة ممكن اعرف بياكل ايه؟ هو ايه اللي جوه كرات الدم الحمراء؟ هيموجلوبين. تسمع عن حاجه اسمها هيموجلوبين؟ استاذ حميدة انا عارف الهيموجلوبين ده. الهيموجلوبين ده موجود جوه هنا، ده بتاع الاكسجين يا استاذ حميدة. ايوه في حاجه جوه كرات الدم اسمها الهيموجلوبين. يروح جنب الميرزايد ده وهو مقفول عليهم جوه ياكل عندنا هيموجلوبين، يتغذى على الهيموجلوبين. اي حد فينا لو اكل بعد شويه عايز يروح الحمام، صح؟ عشان يطلع ايه؟ فضلات. ما هو نفس الكلام، الميرزايتات تتغذى على الهيموجلوبين ويكون ناتج هذه العمليه خروج مواد ايه؟ سامه، فضلات هذه العمليه. يعني هنا هيطلع مع الميرزايت مواد سامه. لو جه سألك في الامتحان المواد السامه اللي طالعه مع الميرزايت دي جت منين؟ كتب العلميه يقول لك الايض اللي حصل جوه. قصده يعني لما الميرزايت اتغذى على الهيموجلوبين طلع فضلات، الفضلات دي هي المواد السامه. اول ما تطلع المواد السامه في جسمك تعمل ايه بقى؟ تعمل حمى سخونيه، تعمل عرق غزير، تعمل رعشه. ادي اعراض ظهور الملاريا على جسمك. حلو يا استاذ حميد. يبقى احنا الاول عرفنا الاعراض جت منين، اصل ده بيجي سؤال لوحده. وعرفنا الانفجار ده حصل نتيجه تكاثر لا جنسي مره ولا كذا مره؟ كذا مره. ركزي عشان هتقومي تقولي الحاجات دي دلوقتي. وطلعت الميرزايتات. هتعمل ايه الميرزايتات اللي طالعه دي؟ من وجهه نظرك هتعمل ايه؟ طلع اعداد كبيره، هنقسموا نفسنا. هتقسموا نفسكم؟ انتوا هتعملوا ايه في الجسم؟ هتشوف دلوقتي هنعملوا ايه في الجسم. جزء كبير منهم يرجع تاني عشان يعمل ايه؟ يهاجم كرات حمراء جديده. يا نهار اسود، هيرجع تاني يروح يدور على كرات دم حمراء. يلا هاجم كرات الدم الحمراء وتخش عندنا الميرزايت وينتج آلاف ومئات وأعداد من الميرزايتات. واضح كده اللي هو عايز يسيطر على الجسم وعايز يأمن اللي الأعداد بتزيد ما تقلش. أيوه، فهيرجع تاني حبة من دول يهاجموا كرات دم حمراء تانية، وحبة بقى منهم يا عيني على اللي هيحصل هيروحوا يهاجموا كرات دم حمراء. يا سيدي ده الهبل ده. ما هم راحوا هاجموا كرات دم حمراء، حبه يروحوا يهاجموا كرات دم حمراء وحبه يروحوا يهاجموا كرات دم حمراء. طب ما يروحوا كلهم يهاجموا كرات دم حمراء، استنى بس. حبه راحوا يهاجموا كرات الدم الحمراء عشان يعملوا ايه؟ تكاثر. وحبه منهم راحوا يهاجموا كرات دم حمراء دخلوا جواها. حلو، استنيناهم يتكاثروا، مفيش تكاثر.
هنا دون انقسام، يعني مفيش عندنا تكاثر. امال دخلوا يعملوا ايه؟ دخلوا جوه كرات الدم الحمراء وبدأت تحدث عملية اسمها عملية التحور. اسمها عملية ايه؟ تحور. هيغير شكله. دخل الميروزويد جوه كرات دم حمراء ومرضاش ينقسم ومرضاش يعمل تكاثر، وفجأة تغير الشكل وتكونت حاجة اسمها الأطوار المشيجية الغير ناضجة. ايه الأطوار المشيجية؟ حاجة كده شبه كأنها أمشاج مذكرة، وحاجة كأنها أمشاج مؤنثة، كأنها لسه ما كونتش. عارف انت لما عيل بيتولد بنعرف اللي هو ذكر، بس هل ده مهيأ للتكاثر؟ لا لسه، ده غير ناضج. عارف اول ما البنت بتتولد بنعرف اللي هي بنت من شكل جسمها، بس هل هي مهيئة للتكاثر؟ لا. هنا هيتكون اطوار اسمها الاطوار المشيجية، كأنها عندنا امشاج مذكرة ومؤنثة، بس هي غير ناضجة، استعدادا عشان يحصل تكاثر جنسي. اللي احنا كل ده بنتكلم في تكاثر ايه؟ لا جنسي. هل مع اللي انا وصلت له ده خلفت سبورزويتات جديده ولا لسه؟ انت شايف في سبورزويتات طلعت؟ مفيش. هو كل اللي حصل عندنا الاتي، هقولها مره ونقولها مره، وبعدين اقوم حد يقولها مره، وبعدين اقوم ولد تقولها مره، وبعدين بنت تقولها مره. ده النص الاولاني من الدوره. يلا بينا مع بعض. قول. هي فتره انت مش عليك، بس انا لسه هقول لك دلوقتي ايه اللي هيحصل. يعني في حاجات عليكي ايام، بس حاجات لا، لسه قصه كبيره يا حبيبتي، لسه ايه. تعالى يلا من هنا، ابدا الحكايه من البدايه. تعالى يلا. يبقى هنا عندنا القصه كلها بدات من هنا. انثى بعوضه تسمى بعوضه، لا ردوا عليا، انا اقول كلمه وانت ترد. انثى بعوضه تسمى بعوضه. ينفع الذكر ولا ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش الذكر؟ عشان بيتغذى على الرحيق. اول ما تصيب الانسان ينزل في جسمه الطور المعدي. اسمه ايه الطور المعدي؟ سبوروزويد. انت يا ماما اسمه ايه؟ انت هيجي لك شلل اسمه ايه؟ السبوروزويد ده هيتجه على طول فين؟ هيتجه لفين؟ للكبد. هيتجه لفين؟ هو شكله عندنا ايه؟ مخزني. خلايا الكبد شكلها ايه؟ سداسي. اول ما يخش جوه الكبد بيحصل له عندنا ايه؟ تكاثر لا جنسي بالتقطع، وينتج شكل جديد يسمى ميروزويد. الميروزويد يتجه الى خلايا، فيبدا عندنا يحصل له تكاثر لا جنسي بالتقطع اكثر من مره، دورات، وينتج عندنا اعداد كبيره من الميروزويد. من اول ما الميروزويد يخش هنا اللفه دي كده لغايه ما ينفجر بتاخد يومين. من اول ما الميروزويد هاجم كرات الدم الحمراء يخش هنا يتكاثر بياخد 48 ساعه حتى الانفجار. يبقى هو كده اخد له يومين حتى ايه؟ الانفجار. عشان لما يقول لك من لحظه دخول الميروزويتات حتى لحظه الانفجار تبقى عارف ان الفتره دي اخدت كام؟ يومين، 48 ساعه. انفجر. لما بينفجر بيخرج معاه مواد ايه؟ لما ينفجر بيخرج معاه مواد. المواد السامه دي جايه منين؟ من ايه؟ فضلات تغذيه مين على مين؟ الميروزويتات على الهيموجلوبين. عمليات، ويطلع ماده سامه تؤدي الى ظهور الاعراض. كم عرض؟ مين هم الاعراض؟ حمى وعرق ورعشه. طب الميروزويتات هتعمل ايه؟ هتتقسم. جزء منها يعود ليهاجم خلايا دم حمراء جديده، وجزء منها يهاجم كرات دم حمراء دون انقسام، ويتحور وينتج اطوار مشيجيه. مالها الاطوار المشيجيه هنا؟ ناضجه ولا غير ناضجه؟ غير ناضجه. مين بقى يشرح الكلام ده لوحده؟ يلا ما تخافيش. اول حاجه انا هساعدك. اول حاجه عندنا حصل ايه؟ المرض مين اللي بيحمله؟
اسبروزويد ده الطور المعدي. مين اللي بيشيله بقى؟ مين اللي بياخد الفيلم ده؟ مين اللي بيعمل ده كله؟ انثى الايه؟ انثى الانوفيلس. اول ما تصيب الانسان بيخش جوه الانسان ايه؟ الاسبروزويد يتجه الى فين؟ الكبد. خلايا شكلها ايه؟ سداسيه. يحدث تكاثر لا جنسي، يحدث تكاثر لا جنسي بالتقطع، وينتج عندنا ما يسمى اسمه ميروزويد. ماشي؟ طيب وبعدين يطلع يهاجم كرات الدم الايه؟ الحمراء. كرات الدم الحمراء يحصل فيها تكاثر لا جنسي مرة ولا أكتر من مرة؟ تكاثر لا جنسي بالتقطع أكتر من مرة، ثم تنفجر كرات الدم الحمراء بعد قد إيه؟ يومين من ساعة ما دخل عندنا الميروزويد، ويطلع منها مواد سامة. المواد السامة دي عندنا بتعمل إيه في جسمنا؟ بتطلع، تظهر الأعراض. إيه الأعراض؟ حلو. ويطلع الميروزويتات. اقعدي. ويطلع الميروزويتات. قومي. الميروزويتات اللي هتطلع من هنا هتعمل كام حاجه؟ 2. جزء هيروح يهاجم كرات دم حمراء من تاني، وجزء هيروح يهاجم كرات دم حمراء بس دون ايه؟ انقسام، ويتحول الى اطوار مشيجيه اسمها اطوار مشيجيه ناضجه ولا غير ناضجه؟ هي مميزه، خلي بالك، يعني باينه اللي فيه منها مذكر وفيه منها ايه؟ مؤنث. يلا بينا ايها الناس. اعيد ده تاني. طب قولوا مره معايا، يلا ارجع ورا كده قولوا عندنا الناس الشاطره. يلا يا جماعه مره عشان انقل على النص التاني من الدوره. يلا يا جماعه عندي افكار ياما. ابدا يلا. اول حاجه عندنا اللي بينقل المرض انثى ولا ذكر؟ الانثى عندنا بتحمل الطور المعدي الذي يسمى الاسبروزويد، والذكر عندنا لا يحمل الطور المعدي لانه يتغذى على الرحيق. عندما يصاب الانسان الاسبروزويد يتجه الى الاسبروزويد شكله والكبد خلاياه، ويحدث داخل الكبد تكاثر لا جنسي بالتقطع، ويخرج شكل جديد يسمى الميروزويد يتجه الى كرات الدم. كرات الدم الحمراء يحدث فيها تكاثر لا جنسي بالتقطع اكثر من مره، وينتج عندنا كرات دم مليانه ميروزويتات تنفجر، يطلع منها مواد. جايه منين المواد السامه؟ جايه منين؟ من فضلات تغذيه مين على مين؟ ميروزويتات على الهيموجلوبين. ويطلع عندنا الماده السامه تؤدي الى ظهور الاعراض. ايه الاعراض؟ حمى، عرق، رعشه. ثم يتجه عندنا الميروزويد، جزء يهاجم ليعيد عندنا تكوين ميروزويتات جديده، وجزء يتجه الى كرات الدم الحمراء دون ايه؟ انقسام، ويتحول الى شكل جديد يسمى اطوار مشيجيه غير ناضجه. يا عيني عليك يا انسان، نايم مفرفر والسخونيه عندنا جامده، ولقيناه بدا يخف. يا دوبك اخد يوم، السخونيه بدات تروح، عدى يوم تاني، خلاص السخونيه بدات تروح، وفجاه لقينا سخونيته عالت مره واحده تاني. ليه؟ يبقى ايه؟ ليه بعد ما بدا السخونيه تقل راحت جايه عاليه تاني مره واحده؟ عقبال ما عدى قد ايه؟ يومين، وانفجرت كرات دم حمراء ايه؟ جديده، وطلع اعداد اكتر ولا مش اكتر؟ اكتر، فبدا جسمه يتعب جامد. وبعدين اخد يومين وبدات ايه؟ تاخد ده هتقل، يومين وانفجر تاني. واضح ان هو هيظهر الاعراض بعنف كل قد ايه؟ كل يومين. يا عيني يا ابني، يا عيني يا ابني. ليه بتقول كده يا صميم؟ تظهر الاعراض وتقل، وتظهر الاعراض وتقل، وتظهر الاعراض وتقل. ما بين هنا اعراض واعراض، في النص هنا في ايه؟ يومين. يعني هنا بعد يومين ظهرت اعراض، ثم بعد عندنا 4 ايام. الفرق بين ده وده كام يوم؟ يومين. ظهرت اعراض،
ثم عندنا ظهرت اعراض هنا في اليوم رقم كام؟ 6. يبقى في اليوم الثاني واليوم الرابع واليوم السادس بيظهر اعراض، بس الاعراض بيحصل لها ايه؟ بتزيد طبعا لغايه ما الانسان ده يحصل له ايه؟ يموت. الله يرحمك يا ابني. زمان بقى، دلوقتي لما الانسان بيحصل له كده بنديله عندنا اكيد ادويه ومضادات حيويه. الادويه والمضادات اللي هنديها له هتروح تهاجم عشان تموت مين او تثبط مين؟ ايه؟ تموت الاسبرزايت ولا تموت الميروزايت؟ استاذ حميد الاسبرزايت خلاص هو دخل واتغير، هو ما فيش ميروزايت اصلا، هو ما فيش اسبرزايت اصلا. هو اول ما دخل جرى على الكبد، ولما جرى على الكبد ودخل في الكبد خلاص طلع ميروزايت. يعني الدم دلوقتي مليان ايه؟ ميروزايتات بس يا معزه. فالدم مليان ميروزايتات بس. صحيح. يا لو يسيبوني احط الامتحان هفشكلك هنا. خلينا بس الاول في الدوره وبعدين نرجع للفشكله ونشوفوا الاسئله بتيجي ازاي. طب يا استاذ حميد وبعدين خلاص الانسان ده نايم على السرير سخن تعبان بيفرفر. بص بقى، شوف بقى الحظ السيء يا جماعه. بعوضه تانيه ملهاش دعوه بدي، ملهاش دعوه بدي عشان الغباء. طايره فلقيته نايم. انت نايم لما راح اقرصك راحت نازله عليه طن وشفط الدم. حظك كده اخد الدم فيه اطوار ايه؟ مشيجيه. مين اللي عدا مين؟ الانسان هو اللي عدا البعوضه. الاول هنا مين اللي عدا مين؟ البعوضه عادت الانسان، هي دخلت جوه جسمه حاجه اسمها ايه؟ سبرزويتات. هنا بقى الناموسه الجميله راحت جايه ووب بتقرص، ما خدتش بالها ان الانسان ده عيان. راحت جايه عندنا مدياله واحده هنا اهي وشفطت. كده مين دخل جوه جسم البعوضه؟ الايه؟ مين قال ميروزايد يا جماعه؟ عشان اديله 100 قلم على وشه. فين الميروزايد؟ الميروزايد تحور الى اشكال اسمها اطوار ايه؟ احنا ما عندناش ميروزايتات. على فكره بقى عشان لو جات لك السؤال ده في الامتحان ادعي لي، لو الميروزايد دخل جوه البعوضه هيتحلل في المعده بتاعتها، مش هيعمل حاجه للبعوضه. والله. اما انا هنا دخلت اطوار ايه؟ مشيجيه. اطوار مشيجيه هتخش جوه البعوضه، يبقى النص ده كله هيبقى فين؟ في البعوضه. جوه بقى البعوضه نفسها. النص ده كان في الانسان. النص بقى اللي انا هشرحه ده هيكمل دوره حياته. خدتوا بالكم؟ نص الدوره في الانسان وكلها تكاثر لا جنسي. هل هنا حصل تكاثر جنسي؟ هل جوه الانسان شفت اي امشاج مذكره مؤنثه اندمجت عملت زيجوت في حاجه من دي حصلت؟ خالص. هنا بقى دي البعوضه. ايه ده يا صميل؟ ده يا حبيبتي ده جدار المعده بتاع البعوضه. بص جدار المعده بتاع البعوضه، يعني ده كده جدار المعده. هنا بره خارج الجدار بتاع المعده، هنا في تجويف المعده. يعني كل الجزء اللي تحت ده المعده بتاعت البعوضه، وهنا بره معده البعوضه. اول ما يخش عندنا الاطوار المشيجيه هوبا هتجري تروح على ايه؟ على المعده. يبقى دخول الاطوار المشيجيه غير الناضجه هيبقى جوه فين؟ في المعده. معده يا ناس فيها عصاره هاضمه بتهضم اي حاجه تخش جواها. هل بقى العصاره الهاضمه هتهضم الاطوار المشيجيه؟ هي لا تؤثر عليها. ودي اسئله من الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات. يعني ده اللي هيخش جوه هنا جوه جدار المعده ودخل جوه المعده ادي الجدار، وهنا جوه معدتها. هنا ده مش هيحصل له حاجه. يعني الاطوار المشيجيه الغير ناضجه اتنقلت جوه هنا اهي، اتنقلت جوه هنا. اول ما دخلت جوه ايه الحلاوه دي؟ ايه الجو الجميل ده؟ ده انا كنت قاعده في دم انسان بارد، وطلعت من هنا دخلت هنا
لقت درجة الحرارة منخفضة، درجة الحرارة مناسبة ليها، ولقت البي اتش حلو. عارفين البي اتش يا جماعة؟ مين البي اتش ده؟ اللي هو الحامضية والقاعدية والأسر الهيدروجيني، لقت كل حاجة مناسبة ليها. يبقى لما اتنقلت الأطوار المشيجية جوه المعدة كانت الظروف أحلى ولا أسوأ؟ أحلى. دخلت جوه هنا، احلو الجو. أول ما احلو الجو بدأت الأطوار المشيجية غير الناضجة تنضج، وتكونت أمشاج مذكرة وأمشاج مؤنثة بيسموها الأطوار المشيجية الناضجة. وهنا اتكونت عندنا فيها يا ناس مذكرة اهي، مذكرة ومؤنثة. يعني بقى في مذكر ومؤنث. اللي طالع له شعر ده كده ده مذكر، وده كده المؤنث. حلو الكلام؟ ايه ده بقت فيها امشاج؟ بقت فيها امشاج، هي شبه الامشاج بس مذكرة ومؤنثة، بقت ناضجة بقى. دي كده مهيئة للتكاثر، دي كده شبه الحيوان المنوي والبويضة. يبقى الأطوار المشيجية نضجت في الدم ولا نضجت في معدة البعوضة؟ في معدة البعوضة. أصبحت أمشاج ناضجة في الدم ولا في معدة البعوضة؟ في معدة البعوضة. مين السبب اللي خلاها نضجت؟ درجة الحرارة المنخفضة والبي اتش، دول اللي خلاها نضجت. هي هنا ما كانتش تنفع تتكاثر، هنا بقت ناضجة، كأنها زي ايه؟ زي ولد بلغ أو بنت بلغت، بقت مهيئة للتكاثر، تنفع تتجوز. هنا ما كانتش لسه تنفع تتجوز. هنا أطوار مشيجية غير ايه؟ ناضجة. هنا نضجت وبقى في منها مذكر وفي منها ايه؟ مؤنث. اكيد بدل في مذكر ومؤنث انت كمل بقى. اولا انا قلت الاطوار المشيجيه الناضجه دي هل تتاثر بعصاره المعده؟ لا. يعني عصاره المعده مش هتعمل حاجه، ده المذكر وده المؤنث. معايا؟ هيبدا دول يندمجوا مع بعض، يعني يحصل عمليه ايه؟ اخصاب، فيتكون مين؟ زيجوت. ياه، اخيرا ظهر الزيجوت. واضح اللي هنا بقى بيحصل تكاثر، اسمه تكاثر لا جنسي ولا جنسي؟ وده تكاثر جنسي بالامشاج. ادي التكاثر الجنسي بدا يظهر وتكون ما يسمى بالزيجوت. وهنا تبدا المشكله. ليه؟ ما هو جميل اهو، عندي مذكر وعندي مؤنث اندمجوا مع بعض جابوا لنا زيجوت. للاسف الزيجوت ما يستحملش عصارة المعدة. يبقى هيحصل له ايه في عصارة المعدة؟ هيموت. ايوه هيموت. لو ساب نفسه كده الزيجوت هيموت. يا راجل والله هيموت يا عم، ما بيستحملش. فلازم يتغير، لازم يتحور. فيروح جاي عندنا مغير نفسه، يحصل له عملية تحول. ايه اللي هيحصل له يا حميدة؟ هيطلع له حاجة شبه الديل كده. ايه ده؟ شايفين المنظر؟ اهو هو بس ده طلع له ايه؟ حتة كده عشان يجري بيها زي البطة كده. يجري، هو عايز يهرب من المعدة. هو لو قعد في المعدة هيحصل له ايه؟ هيموت. فلازم يهرب، عايز يسأليني انا. فلازم يهرب من المعدة. هنا كان اسمه ايه؟ زيجوت. الزيجوت ده حصل له عملية ايه؟ تحول. 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 كم مرة أنا قلت تحول لغاية دلوقتي؟ مرتين. أنا بس تمهيدا عشان الأسئلة اللي جاية، عشان تبقى عارف اللي هيحصل كم تحول في الدورة كلها. تحورين. فتكون الشكل ده. إيه بقى ده؟ ده اسمه أوكونايت. اسمه يا اسمي ده؟ أوكونايت. والتاني أوكونايت. استاذ حميد، تصدق سمعت استاذ وشفت على بيقول كوناي. اللي يا ابني مفيش دي خالص. معايا حبيبي؟ استاذ حميدة كتاب الامتحان كاتبها كده كونايت، وكاتب 2 ابو جهل. في اللاتيني الاتنين
بيتنطق واحده، يكسوفي يكسوفي على الجهله. ده اسمه ايه؟ اوكوناي. انت تعرف منين؟ انت ما بتعرفش، انا اللي بقول. وانت يعني تعرف كل ده؟ معايا؟ اسمه ايه؟ اوكوناي. 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 الله اكبر في ودانك. اوكونايت. استاذ حميد اسمه ايه بالعربي؟ بالعربي اسمه الطور الحركي. طب ما تقول طور حركي وخلاص. ما انا هقول طور حركي تيجي لك في الامتحان اوكونايت، تمسك عندنا الميكروفون وتشتمني في كل حته، ما قالش اوكونايت، ما قالش اوكونايت، وتفضحني بقى. فانا بقول لك الاسمين بيسموها اوكونايت او بيسموها الطور اللي طبعا انتوا واخدين بالكم سموه الطور الحركي ليه، صح؟ عشان هيتحرك. هيتحرك ازاي؟ اهو وادي الجدار، وهو عايز يهرب من المعده وعايز يطلع بره المعده، يروح جري 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 جري. هيعمل ايه يا استاذ حميد؟ هيغرز في الجدار بتاع المعده. ليه؟ اهو بص، هيروح طالع 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 طالع، وهوبا بدأ يغرز في الجدار. دخل بدماغه. اهو اهو هو كده هيحاول ايه؟ يخش في الجدار. اول ما يلمس الجدار اول ما يلمس الجدار يبدأ يحصل جواه انقسام، بس ده انقسام ميوزي، ودي المرة الوحيدة اللي حصل فيها انقسام ميوزي. ليه؟ ليه يا صاحبنا؟ هو صاحبنا احنا عارفين الانقسام الميوزي ده بيحصل عشان لما تكون حاجة 2 نون وعايزة تبقى نون، لما يكون المادة الصبغيات كلها كاملة وعايزة تتحول إلى إيه؟ إلى نون، يعني مجموعة صبغية واحدة، ساعتها بيحصل الانقسام الميوزي. أستاذ حميد أنا سايبك من الصبح ونفسي أسألك مين نون ومين نون من أول ما بدأنا. عارف ليه مش عايز أقولها لك زي الناس ما قالوها؟ عشان أريحك خالص وعمرك ما تنساها. ليه يا أستاذ حميد؟ أي حاجة في الدورة كلها نون بس. بص، أسبروزويت، استني، أسبروزويت نون، ميروزويت نون، اطلع من هنا نون، أطوار مشيجية نون، كل الإنسان نون، روح أطوار مشيجية نون، روح أطوار مشيجية نون. أنا قلت على حاجة دلوقتي 2 نون، يبقى كل اللي حصل من ساعة ما بدأنا كله نون. أول 2 نون ظهرت فين؟ زيجوت، أدي 2 نون معايا. أما الباقي كله عندنا إيه؟ نون، كل ده نون. يعني اسبرزويت لو سألك عليها في الامتحان نون، مجموعة صبغية واحدة. لو سألك عن ميروزويت نون، مجموعة صبغية واحدة. سألك عندنا على الأطوار المشيجية الغير ناضجة نون. سألك عن ناضجة نون. أول ظهور 2 نون فين؟ في الزيجوت. والطور الحركي ما هو زيجوت بس طلع له دي، يبقى ده كمان ايه؟ 2 نون. ومفيش تاني حاجة هتظهر 2 نون في الدورة كلها، يبقى ال2 نون ظهرت لمين والمين؟ الزيجوت والطور الحركي. اقعد بقى في الامتحان اتنطط. الزيجوت والطور الحركي هم دول بس ال2 نون، وكل الدورة قدامك ايه؟ نون. هنا يعني ده كده 2 نون. الطور الحركي حصل له انقسام ميوزي وبقى بره الجدار، وتكون هنا مين؟ نون يا ناس. يعني اتغير الطور الحركي عشان حصل انقسام ميوزي. هنا 2 نون بقت نون، عشان يجي يقول لك عندنا فين الحاله اللي تحول فيها ال2 نون لنون؟ عندما حدث انقسام ايه؟ ميوزي. لما مين اخترق الجدار؟ الطور الحركي. اول ما لمس هنا حصل انقسام ميوزي وتحول لده. مين ده؟ مين ده؟ سيست. الله يخرب بيتك يا صاحبي. ده اسمه ايه؟ اوسيست. التانية كان اسمه اوكونايت. ده اسمه ايه؟ اوسيست. استاذ حميد انا هقعد اذاكر الكلام ده؟ انت باشا استنى بس. اسمه ايه؟ اوسيست. استاذ حميد ده بالعربي اسمه ايه؟ بالعربي اسمه جميل قوي، اسمه كيس البيض. ايوه كده يا استاذ حميد، اديني كده كيس البيض، هات لي 10 بيضات. هو ده اسمه كيس البيض او بيسموه اوسيست. الله، كيس البيض. تكون كيس البيض ايها الناس. كيس البيض جوه جدار ولا خارج الجدار؟ جوه تجويف المعده ولا بره تجويف المعده؟
حد يقدر يقول لي مين اللي كان جوه التجويف؟ الاطوار المشيجيه الناضجه والزيجوت والطور الحركي، دول اللي كانوا جوه المعده. اطلع بره المعده، خروجك من المعده يا اي حاجه بانقسام ايه؟ ميوزي. طلعت عندنا الاطوار الايه؟ الحركيه بره، فبقت عندنا كيس البيض. كيس البيض ده بقى خير اللهم اجعله خير، يحصل جواه تكاثر لا جنسي تاني، الله يخرب بيت اللا جنسي، بس المره دي بالجراثيم. جراثيم يا ناس. فيبدا ينقسم الخلايا اللي جوه، تنقسم مره واثنين ميتوزيا، ويبدا يتكون حاجات شكلها مغزلي كده. خير اللهم اجعله خير. مين دي بقى اللي شكلها مغزلي دي يا ناس؟ مين اللي شكلها مغزلي دي يا ناس؟ السبوروزويد. ينفجر ده ويطلع السبوروزويتات، تروح عندنا للعاب عشان تبدا تعيد الدوره من جديد. منك لله يا استاذ، هو انا اللي عامل المنهج؟ انا بقول اللي في المنهج. بص لها شويه. بدأنا لحظات الدراما، يلا نراجعها مع بعض. يلا بينا اسمع بقى الكلام. يلا عشان ابدا الدرس يا جماعه، والله انا قاعد اقول الكلام اللي المفروض اي حد يقوله كده وتفهمه. يلا بينا. تحب نبدا الاول نشرح النص ده كمان مره؟ اشرح النص ده كمان مره. هنا عندنا لما اتنقل من جسم الانسان دخل لجسم البعوضه. دخل فين في جسم البعوضه؟ في المعده. اول ما دخلت في المعده الاطوار المشيجيه الغير ناضجه تحولت الى اطوار مشيجيه ناضجه عن طريق انخفاض درجات الحراره والبي اتش. الاطوار المشيجيه الناضجه حصل لها اخصاب، بقت زيج. حصل لها تحور، بقت طور حركي. عدت الجدار، انقسام ميوزي، بقت كيس بيض. حصل لها تكاثر لا جنسي بالجراثيم، طلع السبوروزويد، راح للعاب، خلص. بص، اخصاب، زيج، تحور، طول حركي، ميوزي، كيس بيض، تكاثر لا جنسي، سبوروزويد. هنا خلفت بقى. واضح ان اللفه دي كلها كان كل ده عشان يطلع الايه؟ السبوروزويد. هل لو استخدمنا النص ده بس يطلع السبوروزويد؟ لا. هل لو ده مش موجود كان حصل النص ده؟ لا. يبقى الدوره دي كلها لا تحدث الا في وجود تكاثر ايه وايه؟ جنسي ولا جنسي. يلا بينا مع بعض من الاول. انا عايز ايه؟ انا عايز احط ايديا كده وانتوا تقولوا اللفه لوحدكم مع بعض كده. ادوهم احساس ان احنا نخوف اي حد. يلا اول حاجه نبدا فين؟ في انثى البعوضه. ايه اللي حصل؟ انا قلت له معايا صح؟ اول حاجه عندنا في انثى البعوضه يوجد الطور لا مع بعض يا جماعه. يوجد الطور المعدي. اسمه ايه الطور المعدي؟ اسمه سبوروزايت. اسمه ايه؟ حلو. السبوروزايت ده اول ما يخش عندنا جوه جسم الانسان يتجه عندنا الى، هو شكله اول ما يخش جوه يعمل تكاثر لا جنسي وينتج شكل جديد يسمى اسمه ميروزويد. اسمه ايه؟ يتجه الى كرات الدم ثم يتكاثر لا جنسي عده مرات وينتج عندنا ميروزويتات. يحدث انفجار. الانفجار يؤدي الى خروج المواد السامه تؤدي الى ظهور الاعراض اللي هي ايه الاعراض؟ حمى وعرق ورعش. جزء من الميروزويد يعود ليهاجم كرات دم حمراء وجزء منها يدخل الى كرات دم حمراء دون ايه؟ انقسام ويتحور الى اطوار مشيجيه ناضجه ولا غير ناضجه؟ ثم عندما ينتقل الى معده البعوضه، لما يتنقل لمعده البعوضه ايه اللي هيحصل؟
هيتحول من اطوار ماشيجيه غير ناضجه الى اطوار ماشيجيه ناضجه، فيحدث مع بعض، فيحدث ويتكون ويتحور ويكون اسمه طور ايه؟ او اوكوناي. اسمه طور او ثم يخترق جدار المعده ويحدث انقسام ويتكون كيس اسمه ايه؟ اوسيس. ثم يحدث تكاثر لا جنسي بالجراثيم ويتكون سبوروزويتات تتجه عندنا الى لعاب البعوضه وتبدا دوره جديده. بتداري وشك ليه؟ قوم خد المايك قول وانا هساعدك. حبيبتي اسمعي لان صوتي اصلا واطي خالص. يلا قول. في عنصر البعوضه يوجد الطور المعدي للانسان وهو السبوروزايت. حلو. ينتمي الى خلايا الجلد وهي خلايا ثلاثيه الشكل وهو خلايا بكسده. حلو. وبعدين يحصل له تكاثر لا جنسي بالتقطع. جميل. يتحول الى ميلوزويد. حلو. والميلوزويد ده شكله دائري، وبعدين الميلوزويد يتجه الى كرة الدم الحمراء ويهاجم كرة الدم الحمراء، بعدين يحصل لها تكاثر لا جنسي بالتقطع. مرة ولا أكتر من مرة؟ أكثر من مرة، كل يومين بيحصل انفجار لكرة الدم الحمراء. بيطلع معانا مواد سامة، ده اللي بيحصل فيها الأعراض بتاعت المرض، الحمى والرعش. وبعدين جزء منها بيهاجم كرة الدم الحمراء، جزء منها تاني بيهاجم كرة الدم الحمراء بس مش بيحصل لها تكاثر، فبتتحول دون انقسام. بتتحول الى اطوار مشاجيه غير ناضجه. جميل. ثم الاطوار المشاجيه غير ناضجه تتنقل الى البعوضه ويحصل لها اللي هو تبقى ناضجه وبعدين زيجوت تكوينه، وبعدين الزيجوت يتحول الى طور حركي، وده برضه 2 نوع. وبعدين الطور الحركي اللي هو ماشي بيطلع بره الاول المعده، وبعدين لا، الطور الحركي ما بيطلعش بره المعده، هو بيبدا عندنا ايه؟ يخترق الجدار ويحدث له انقسام ويتحول الى كيس البيض اللي هو اوسايت. وبعدين هو يحصل له تكاثر لا جنسي بالتجرثم، وبعدين ينتج الكثير من الاوسايت. الناس سقف له يا جماعه. ادي البت اللي هناك دي اهي، هناك اهي. في البدايه في بعض الانثى نسمع بتقرص الانسان، لعابها بينزل تصيب الانسان. ماشي. مختلف الشكل بيدخل للكبد. ايوه. الخلايا ثلاثيه الشكل يتكاثر لا جنسيا بالتبعض، بعد كده يخرج بشكل دائري الميلوزويد ويهاجم كرات الدم الحمراء ويبدا يتكاثر لا جنسيا بالتبعض كذا مره لحد ما كرات الدم الحمراء تنفجر وبيخرج معاه مواد سامه بتسبب حمى وعرق ورعش. الميلوزويد بينقسم لجزئين، جزء بيروح يعيد الدوره وجزء بيهاجم كرات الدم الحمراء بيعمل دون انقسام وبيعمل تحور الى اطوار مشيتيه غير ناضجه. حلو. بعد كده في ناموسه ثانيه تقرص الانسان تاخد الاطوار المشيتيه غير ناضجه بتنضج وبيحصل لها انقسام، بيتحول الى زيجوت، والزيجوت بيتحول الى اوكنايت. الطور الحركي. ايوه الطور الحركي. ثم يبدا في يخترق جدار المعده ويحدث له انقسام. ثم يتحول الى اوسيس. اوسيس. وبعد كده يحصل تكاثر لا جنسي بالجراثيم وجميل الدوره. حلو. وينتج السبوروزويت جميل. نسقف لها يا جماعه. يعني كده اللي احنا قلناه ده، اسمعي يا ماما، اللي احنا قلناه كده احنا بينا قدامكم قدام عينيكم اهو الدوره كامله زي ما انت شايف. انا بقى هبتدي اعمل ايه؟ انا هقعد كده واسال. تعال نطلع لو انا مكان اللي هيحط الامتحان،
هفكر في الحاجات دي ازاي؟ كده هنبدا نتنقل لليفل اعلى. كده احنا قلنا الكلام العادي اللي المفروض اي حد بيقوله. تعالى بقى نتنقل للاعلى شويه. يلا بصوا على الدوره كده. انا هقول السؤال وانت تجاوب معايا. مين الطور المعدي للانسان؟ سبيروزويد. مين الطور المعدي للبعوضه؟ الايه؟ الاطوار المشيجيه. الناضجه ولا غير ناضجه؟ غير ناضجه. بص على الرسمه، بص على الرسمه. اول حاجه ايه اللي موجود في الانسان ومش هنلاقوه في البعوضه؟ الايه؟ الايه؟ ميروزويد. هنا في ميروزويد، هنا في ميروزويد، مفيش ميروزويدات خالص في البعوضه. يبقى الانسان مميز اللي هو عنده ايه؟ ميروزويد. طب ايه اللي موجود في البعوضه مش موجود في الانسان؟ هنا في زيجوت. هنا كان في زيجوت؟ لا. هنا في الطور الحركي. هل هنا في طور حركي؟ لا. هنا في عندنا كيس البيض. هل هنا في كيس بيض؟ يبقى دول 3 حاجات مميزين. طب روح، ايه اللي موجود مشترك ما بين الاثنين؟ استاذ حميده، هنا في سبيروزويد وهنا في سبيروزويد في البدايه، صح؟ يبقى السبيروزويد مشترك ولا مش مشترك؟ مشترك. والاطوار المشيجيه بغض النظر هي ناضجه او غير ناضجه بس موجوده في الاثنين ولا لا؟ هنا في اطوار مشيجيه وهنا في اطوار مشيجيه. دي الحاجات المشتركه ما بينهم الاثنين. طيب تعال احنا ماشيين حته واحده نفكروا. كلها نون ما عدا حاجتين. مين ومين؟ الزيجوت والطور الحركي. فيجي في الامتحان يقول لك لا يوجد تنوع صبغي في الانسان. صح ولا غلط؟ يعني ايه مفيش تنوع صبغي؟ يعني مفيش نون واتنين نون، كلها ايه؟ نون. ده بيسموه التنوع الايه؟ الصبغي. دي نص اسئله الامتحان. هنا كاتب. هنا عندنا مفيش تنوع صبغي. هنا كلها نون، كل اللي في الانسان نون. هنا في تنوع صبغي. ليه تنوع صبغي؟ ادي نون وادي نون وادي 2 نون وادي 2 نون وادي 2 نون ورجعت نون راحت نون. يعني هنا في نون وايه؟ واتنين نون. فهنا في تنوع في الصبغيات، في منها نون وفي منها 2 نون. اما هنا كلها ايه؟ نون. طب خد اللي جاي. هنا حصل تكاثر جنسي ولا لا جنسي ولا الاثنين؟ لا جنسي بس. لا جنسي لا جنسي لا جنسي لا جنسي لا جنسي. هنا بقى في الناحيه الثانيه في البعوضه جنسي ولا جنس. حلو، ده اللي انت تعرفه. روح بقى يا حلو. اول سؤال، هذه الدوره لا تعتبر تعاقب اجيال نموذجي. هذه الدوره لا تعتبر تعاقب اجيال نموذجي. ليه اعتبرناها مش نموذجيه؟ هو كام جنسي هنا؟ واحد. هو واحد جنسي. وكام لا جنسي؟ ايه؟ لا جنسي بالتقطع، لا جنسي بالتقطع، لا جنسي بالجراثيم. يبقى اللا جنسي اكتر من الجنسي. يبقى ده عندنا نموذجي ولا غير نموذجي؟ غير نموذجي. ابعتك تسافر هناك. قول يا سمير. تكاثر لا جنسي بالتقطع، تكاثر لا جنسي بالتقطع، تكاثر لا جنسي بالتقطع، تكاثر لا جنسي بالجراثيم. ليه ربنا ما خلاش دي كمان بالتقطع زيهم؟ فكروا الاول. ليه دي ما بقتش بالتقطع؟ اشمعنى ربنا اختار دي بالجراثيم؟ ايها العالم المفقود قولوا ليه اشمعنى بالجراثيم؟ اصل في واحد بتاع بليله قال التكاثر اللاجنسي بالجراثيم بيخلي الحاجه الجرثومه يتكون حواليها جدار للحمايه، صح؟ وهنا السبيروزويد محتاج حمايه، عايز يبقى شبه الجرثومه وله حمايه، فتكاثر بالجراثيم عشان يبقى ليه حمايه. هو خايف من مين؟ السبيروزويد ده خايف من مين؟ يعني خايف مين يموته؟ واحد، هو مش هيخش في لعاب البعوضه؟ لعاب البعوضه وسط يموته، فهو عايز يحمي نفسه فعمل جدار. هو ده مش هيخش دلوقتي في دم الانسان؟
دم الانسان عندنا فيه مناعه هتموته، فبيعمل جدار. يبقى هو هنا تكاثر بالجراثيم ليه؟ حمايه، عشان عندنا هيواجه ظروف صعبه يا عيني يا ابني، هيواجه لعاب الذبابه قصدي البعوضه، وهيواجه عندنا المناعه في الانسان، فكان لازم يبقى تكاثر لا جنسي بالايه؟ بالجراثيم، ما كانش ينفع بالتقطع. يلا تعالى. وبعدين يا صميم، وفجأة يشتغل جهاز الهرموني في جسمك. في باب اسمه الهرمونات، ما تقولش، يرتبط عندنا بهذه الدورة. استاذ حميدة انت تعالى اوريك بقى سيرة الربط. هنا حصل ايه؟ عرق. العرق ده معناها المية طلعت منين؟ من الدم، يعني المية قلت في الدم، ولما المية تقل في الدم يفرز هرمون ايه؟ ADH. يبقى يزداد هرمون ال ADH في دورة الملاريا. ليه؟ عشان بيطلع عرق. وفجأة نلاقي الالدوستيرون اشتغل. ليه هرمون الالدوستيرون هيشتغل؟ ما هو العرق لما بيطلع معاه املاح، والاملاح دي عندنا هتقلل نسبة الصوديوم في الدم، ولما يقل الصوديوم لازم الالدوستيرون يشتغل. يخرب بيتكم يا صاحبي ده، وانتوا هتجيبوا الاسئله ببعض كده؟ طبعا. تعالى، ايه رايك هيحصل ايه للثيروكسين؟ فاكرين الثيروكسين؟ الثيروكسين لما خدناه، معلش ان انا عارف ان في ناس ياما نسيت الهرمونات. الثيروكسين لما خدناه اخدنا اللي هو بيرفع درجه الحراره. يعني الثيروكسين ده بيعمل ايه؟ بيسخنك. طب هو الجسم سخن لوحده، هو محتاج حد يسخنه؟ لا. فهو هنا الثيروكسين هيزيد ولا يقل؟ هيقل. فما ينفعش يزيد الثيروكسين هنا. هيجي لك فقر دم. ليه؟ جماعه كرات الدم بتنفجر، كده معناها هتقل ولا مش هتقل؟ هتقل. فهنا نتيجه لانفجار كرات الدم يحصل فقر ايه؟ فقر دم. عايز ايه مننا يا صميم؟ انا بدردش معاك بس. في كل الدوره دي مين اللي بيتحرك ويجري بمزاجه مش ماشي مع الدم؟ هو اللي بيتحرك بنفسه. مين في الدوره دي كلها اللي اتحرك مع نفسه؟ يعني ده هو اي حاجات دي ماشيه مع الدم. في حاجات طول عمره اللي بيتحرك ويجري ويروح ويعافر ويدور ويحارب. الاطوار المشيجيه المذكره، زي الحيوان المنوي بيجري، وزي عندنا المذكره تجري. يبقى اول حاجه، اول مرحله هيحصل فيها حركه للكائن الاطوار المشيجيه الايه؟ الناضجه. ومين تاني هيتحرك؟ بيقول لك انا اسمي طور حركي. هيتحرك ولا مش هيتحرك؟ هيتحرك. يبقى لو جه سالك، ده انت هتشوفوا شويه اسئله في الواجب هتركب الهوا، بس انا بساعدك اهو. لما يجي يكلمك على مين بيتحرك، الاطوار المشيجيه المذكره تتحرك، وكمان الطور الحركي يتحرك. يا رب في هذه اللحظه ادي كل واحد على قد مجهوده. انا مش عارف ليه الطلبه ما بتحبش ليه الدعاء ده. اسمعي بقى، اسمعي يا ماما. تعالى وتبدا بقى الدوره قدام منك اهو. انا شرحتها وقلت ملاحظاتها. تعالى نعدي عليها في 5 دقايق قبل ما ابدا الفوجير. تعالى يلا روح. طبعا عامل لك رسمه جميله ليها، دي رسمه الكتاب بتاعي. من اول ما بيخش الاسبروزيتات للكبد، الدوره هي عندنا اللي بتاخد يومين لغايه ما بيطلع هنا، وهنا اطوار مشيجيه هي الغير ناضجه، وبعدين تتحول هنا لاطوار مشيجيه ناضجه وتلف اللفه لغايه ما تخلص الدوره. تعالى. طبعا بدات لك الاول صحيح، الانسان سموه العائل الوسيط، والبعوضه سموها العائل الاساسي. ليه؟ ليه اساس الدوره دي البعوضه؟ عشان هي اللي بيحصل فيها التكاثر الجنسي واللا جنسي، وهي اللي بينتج فيها الاسبروزيتات، وهي الاساس. اما انت يا انسان مرحله بس، مرحله. انت مش الاساس في الدوره. الاساس في الدوره هي البدايه، والبدايه بتيجي من الاسبروزيتات. يعني انتاج الاسبروزيتات
بيحصل عندنا في البعوضة، مش بيحصل في الإنسان. الإنسان على فكرة لا ينتج به اسبروزويد. الاسبروزويد كله موجود فين؟ هناك. الاسبروزويد كله موجود عندنا في البعوضة، وإنتاجها والتكاثر بتاعها في البعوضة. البعوضة حصل فيها تكاثر جنسي ولا جنسي، هي الأساس. أما أنت يا إنسان وسيط سمسار، يعني من الآخر إحنا عدينا فيك شوية ومشينا عشان نكمل دورتنا تاني في البعوضة. فتملي يقولوا على بعوضة الأنوفيلس ده العائل الأساسي، أما الإنسان بيسموه العائل الوسيط. أنا بقى حميد أهو قررت أعمل إيه؟ كل الشرح اللي أنا شرحته النهاردة أكتبه لك بطريقتي أنا، ببقي أنا. رحت جاي عامل لك 13 خطوة كأننا قاعدين مع بعض، عشان لما تروح هتلاقيني إيه؟ البعوضة تحتوي على الغدة اللعابية اللي هي اسمها سبروزويت، ينتقل إلى الإنسان، ثم السبروزويت لها شكل مغزلي. كل حاجة أنا إيه ببقي كتبتها. ثم عندنا يحدث لها تكاثر لا جنسي بالتقطع، وشوف أشيل كلمة دورتين، تخرج في شكل جديد يسمى الميروزويت، تتجه إلى كرات الدم الحتى التي، وبعدين يحصل عندنا انفجار وتتحرر المواد سامة، وبعدين تروح تعمل عندنا أطوار مشيجية غير ناضجة، ونتنقل للنص الثاني. النص الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو البعوضة. تنتقل عندنا، نعملها بالخطوات، أطوار مشيجية غير لغاية ما يطلع سبروزويت. كده اللي احنا شرحناه خدناه في كام خطوة؟ 13 خطوة. اسكت انا؟ ما بسكتش. رحت رايح اعمل لك ايه؟ كل الاسئله والملاحظات اللي انا سالتها لك دلوقتي في الحصه كتبتها. الطور المعدي للانسان سبروزويت، الطور المعدي للبعوضه الاطوار المشيجيه. هقول لك اطلع بره خلي بالك. ايه الحاجات اللي بتظهر في الانسان بس؟ ميروزويت. طب ايه اللي بيظهر في البعوضه بس؟ الزيجوت والطور الحركي وكيس البيض. طب ايه المشترك بينهم؟ اهو. طب ايه الاعراض؟ اهي. جماعه ممكن نسال بس سؤال؟ لو خدنا عينه من شخص مصاب حديثا، يعني لسه ظهر عنده الاعراض، هنلاقي في دمه ايه؟ هنلاقي ايه؟ لا لسه ظهر عنده الاعراض، هنلاقي عندنا سبروزويت؟ لا السبروزويت جرى على الكبد. امال هنلاقي ايه؟ ميرزويت بس. طب هتلاقي اطوار مشيجيه؟ انا لسه مصاب حديثا، يعني لسه ما لحقش عندنا، بس اول ما اتصاب حديثا اول حاجه هتظهر الميروزويتات. ده لسه هيتكون. ده كده بيتكون لما الانسان يعدي باصابه ولا كذا دوره؟ كذا دوره. يبقى لو جه قال لك شخص مصاب من فتره، هلاقي جوه دمه ايه؟ هتلاقي جوه دمه بقى ميروزويت، وهلاقي عندنا اطوار مشيجيه، وهلاقي عنده فقر دم، وهلاقي الهيموجلوبين ناقص، وهلاقي عنده كرات الدم الحمراء منفوخه. ده معناها اللي هو عندنا اتصاب بقاله ايه؟ فتره. اما لو قال لي في الامتحان وجاب لي سيره مصاب حديثا، خدت بالك من الكلمه؟ انت ليه بتتاكد على الكلمات كده يا سميد؟ عشان لما تلف ال 18 كتاب خارجي كلهم تحلهم بكل اسئلتهم، لما تلاقي الكلمه دي اقعد اضحك ان استاذ حميده لف على ال 18 كتاب قبل منك وبص عليهم، واي فكره موجوده في اي كتاب لازم اكون شرحتها لك وانا شغال دلوقتي. فانا بحرق لك كله عشان لما تيجي تحل ما تتقهرش من جواك، وتبدا بقى تفكر في الاسئله عندي تلاقي افكار حلوه. طب يا استاذ حميد، يبقى الحديثا بلاقي فيه ميروزويت بس، اما انسان مصاب من فتره بلاقي بقى كل الحاجات اللي في الانسان. طب روح. طبعا في الانسان كله نون بس، في البعوضه فيها نون واتنين نون. السؤال اهو، ليه تكاثر البلازموديوم غير نموذجي؟ عشان التكاثر في البلازموديوم بيبقى فيه واحد جنسي وياما لا جنسي. وادي بتاع الشخص المصاب حديث. الاطوار المشيجيه بتتحول من غير ناضجه الى ناضجه. خلاص بقى يا استاذ حميده ما تزهقناش. بعديها خلي بالك درجه الحراره واختلاف البي اتش هو اللي عمل نضج. خد بالك اول ما بيلمس الطور الحركي الجدار بيبدا الانقسام الميوزي. خلي بالك ليه استخدم الجراثيم؟ عشان تحميها بواجهه الظروف، اللعاب والجهاز المناعي. ايه ده شرحنا كله. ايه ده اكس وواي الاتنين في جسم الانسان. مين العدد الاكبر في جسمك؟
المصاب. مين العدد الاكبر؟ هل الميروزويت اكتر ولا الاطوار المشيجيه اكتر؟ طبعا الميروزويت سميت ده الميروزويت بوم انفجار وياما وبوم انفجار وياما، فالميروزويتات بتبقى اكتر. يبقى الميروزويت اكس ولا واي؟ اكس عشان هي اللي فوق، وواي دي عندنا الميروزويت ولا الاطوار المشيجيه؟ الاطوار المشيجيه هي اللي بتبقى اقل. روح. حصل كم تحور واحنا شغالين في الدوره؟ تحورين. تحور عشان يتكون الاطوار المشيجيه الغير ناضجه، والتحور الثاني عشان الزيجوت يتحول الى الطور الحركي. اهلا بيك. يحصل ايه للاي دي اتش؟ يحصل ايه للالدوستيرون؟ يحصل ايه للثيروكسين؟ ايه ده يا استاذ حميد؟ انت كل الملاحظات اي حاجه بتطلع من بقي بسجلها، عشان انت بتطلع من الباب بتنسى كل الملاحظات وكل حاجه. عشان كده انا كتبت لك كل فتفوته بقولها في الحصه. خلي بالك، اوليات حيوانيه تتكاثر لا جنسيا بس زي الاميبا، اما اللي بيتكاثر الاثنين مع بعض بلازموديوم الملاريا. سؤال للاذكياء فقط. سؤال للاذكياء فقط. اللي عارف اجابه السؤال فوق يرفع ايده. اذا كان العدد الصبغي لانثى بعوضه الانوفيلس 6، فيكون الاسبروزويد جواها كام؟ تخيل كده لو البعوضه 6 جواها 6 كروموسوم، يبقى الاسبروزويد اللي جوه البعوضه كام؟ 6 3 9 غير معلوم. انا سمعت كل الاجابات، اختاروا حاجه منهم. 6 جماعه. صحيح كنت عايز اسالك سؤال من اول السنه، النبي صور الحته دي. ايه العلاقه بينك وبين الجاموسه؟ ايه رايك؟ سامي ده مفيش علاقه. انا انسان 46 كروموسوم وهي جاموسه، اكيد عدد كروموسوماتها زينا ولا مش زينا؟ اكيد مش زينا، اكيد. ده كائن اسمه انسان، وده كائن اسمه بعوضه قصدي، وده كائن اسمه جاموسه. هل الاثنين نفس العدد الصبغي؟ ايه العلاقه بينهم؟ لا طبعا. الانوفيلس دي بعوضه، والاسبروزويد ده كائن اولي، اوليات حيوانيه. ايه العلاقه بينهم يا جماعه؟ مفيش علاقه. يعني ده كائن وده كائن، هل الاثنين ينفع اربطهم في عدد صبغيات ولا غير محدد؟ عيب يا جماعه، هنا بتكلم على بعوضه وهنا بتكلم على اسبروزويد الملاريا، فده كائن وده كائن. في ناس قاعده تفكر، استنى، يمكن 3 يمكن 6، بتربطهم ببعض ليه يا ابني؟ ما ينفعش عندنا طبعا في الامتحان الحاجات دي بقى ايه، تقعد كده زي اللهبل، وكل الناس طالعه من اللجان 30 من 60 الحمد لله لو عرفوا يجيبوها، وفي الاخر عندنا ما هي يا ابني والله المواضيع سهله. هي المشكله مش في المواضيع، المشكله فينا. والله يا عم المشكله فينا، احنا ما بنقولوش الملاحظات كامله وانت ما بتذاكرش عدل. فمين مشترك عندنا في النصيبه بتاعت اسكندريه كل سنه؟ احنا مع بعض، احنا وانتوا. فاحنا السنه دي قاعدين ندققوا فين؟ في الملاحظات اللي هي هتعمل شكل الامتحان ان شاء الله. طبعا احنا لسه قايلين في حاجه اسمها فتره الايه؟ حضانه. فتره الحضانه اللي هي ايه؟ من اول ما المرض يخش لغايه ما يظهر عليك الاعراض. حد فاكر الفتره دي حصل فيها ايه؟ اهي من اول ما دخل هنا لغايه ما تنفجر. ايه اللي حصل بقى؟ الاسبروزويد دخل جوه الكبد وطلع ميروزويد وهاجم كرات الدم الحمراء وعمل تكاثر لا جنسي اكتر من مره. كل ده قبل الايه؟ الانفجار. فلما يجي يقول لك ايه اللي بيحصل في فتره الحضانه، قول له كل حاجه قبل الانفجار، وانا كاتبها اهي. ايه اللي بيحصل؟ دخل الاسبروزويد راح للكبد، دخل في الكبد عمل تقطع، خرج الميروزويد. انت عامل ايه؟ يا جماعه لو انسان اتصاب وقعد جوه فتره حضانه 10 ايام 10 ايام ومره واحده طلعت الميروزويتات وهجمت عندنا كرات الدم الحمراء. حلو. وبعد ما طلعت عندنا من كرات الدم جوه كرات الدم الحمراء عملت تكاثر لا جنسي، بتاخد كام يوم عشان يظهر الاعراض؟ يومين. يعني لو دخل الاسبروزويد وقعد 10 ايام، بعد كام يوم من البدايه يظهر الاعراض؟ بعد يومين. تاني لو دخل يا نهار على التخلف، لو دخل عندنا الاسبروزويد
وقعد جوه الجسم 10 ايام. بعد كام يوم من البدايه تظهر الاعراض؟ ايه؟ اكيد 12. هو دخل وقعد 10 ايام وحط عليهم يومين عشان تظهر الايه؟ الاعراض. يبقى في الاخر هيعملوا كام يوم؟ 12 يوم. يبقى من ساعه ما دخل، هو دخل عندنا الاسبروزويت وقعد 10 ايام وبعدين ظهرت الاعراض. الاعراض هتظهر بعد ال 10 ايام بقد ايه؟ بيومين. 10 و2 بقوا كام؟ 12. انت شاطر صح؟ بص الجمله دي. لو لحظه الاصابه، لو لوحظ الاصابه ادت الى خروج الميروزويتات من الكبد. من لحظه الاصابه، بص، من لحظه الاصابه الى خروج الميروزويتات. صلحوا الجمله دي معايا يا جماعه، صلحوا الجمله دي معايا. من لحظه الاصابه الى خروج الميروزويتات استغرق 10 ايام. من لحظه الاصابه الى خروج الميروزويتات اخذت 10 ايام. فبعد كم يوم من الاصابه تظهر الاعراض. كده تبقى 12 يوم واضحه قوي قوي قوي. زي ما خدنا تعاقب الاجيال في بلازموديوم الملاريا بكل حكاياته، في نبات اسمه نبات الفوجير. نبات الفوجير ده من نباتات الزينه يا جماعه. اسمعيني بقى يا حبيبتي خلاص. ده من نباتات الزينه. النبات ده بيعمل برضه تعاقب اجيال. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هوري لك الدوره سريعا، هقولها وهقول لك التفاصيل سريعا في ربع ساعه. اقول هتروح انت رايح عامل ايه؟ عشان انا شايف في ناس مهيسه. هتروح انت رايح متفرج على النص ساعه دي. انا منزل لك النص ساعه دي بس تاني يعني اللي انا هشرحه هو عشان بس ناكد المعلومه، عشان بس لو حد كان تعب في اخر نص ساعه ما تحاسبش عليهم الايام انا معايا. فانا هنزل لك اخر نص ساعه دي تشوفها بعد اللي انا هشرحه وانا باكد عليها، عشان احنا الاسبوع الجاي التكاثر في النباتات الزهريه وهتحلو قوي. يلا بينا يلا بينا. في نبات اسمه نبات الفوجير. النبات ده انت فين؟ انت ما سمعتنيش بتكلم؟ ده انت بارد. النبات ده بيبقى فيه جزء كده بيطلع منه الجذور العرضيه، دي اسمها جذور عرضيه. الجزء ده بيسموه الريزوما. اسمه ايه؟ ريزوما. سيب يا حبيبتي كده. الريزوما دي بيطلع منها الجذور العرضيه، والجذور العرضيه بتضرب وتشفط ميه. ليه؟ اصل ده نبات، والنبات عايز ميه عشان يعمل عمليه البناء الضوئي ويعمل التغذيه بتاعته، اسمها التغذيه الذاتيه، يعمل لنفسه اكل. فالنبات لازم يكون عنده الجذور العرضيه عشان يشفط بيها الميه. ادي اول استخدام للميه. ويطلع منها ساق كده، والساق مليان اوراق. الله حلوه. بص اهو اوراق بالشكل ده اهو، اوراق لازقه في الساق. انه من الصراخس يا ساده. صراخس، سرخسيات. سرخسيات يعني ايه؟ بينا وبين بعض يعني، وراها كده لازق كده. مين اللي انا رسمه ده؟ ده بيسموه نبات الفوجير. ولا اسم عدل. بيسموه الطور الجرثومي. ايوه، الاطوار الجرثوميه. احنا بقى بصينا على النبات ده. الله، انت هتبص له كده عادي. احنا بقى رحنا قاطعين منه ورقه، وخدنا الورقه دي اهي الورقه، وبصينا على ظهر الورقه، يعني من فوق ولا من تحت؟ من تحت. لقينا في السطح السفلي للورقه لقينا حاجات مكببه كده. عارف الحسنه في وشك؟ حسنه، جزء طالع صغير. ساعات ما تلاقي ناس عندهم حسنه كبيره شويه كده.
هي شبه الحسنات، كأن في حاجة طالعة لي كده، حباية كبيرة شوية ولا حاجة، لقينا أجزاء طالعة كده، طالعة عاملة زي عناقيد العنب، العنباية. الحتت اللي طالعة دي احنا بنسموها دي، بس ده على السطح العلوي ولا السفلي للورقة؟ السفلي، سميناها بصرات. اسمها يا حميدة؟ بصرات. البصرات دي أجزاء بارزة كده صغيرة طالعة في ظهر الورقة من ورا بالشكل ده. رحنا اخدين بصرة منهم ورحنا مكبرينها فظهرت بالشكل ده. سلام عليا، يا سلام عليا، بص يا ناس اهو، يا ليه ظهرت بالشكل ده، وظهر فيها خير اللهم اجعله خير. ايه ده يا صاحبي؟ ده فروع صغننه كده شبهها يعني، وفي اخرها انتفاخ. احنا بنسموا الانتفاخات دي المدوره دي، انت عارفها والله، بس انا بحب ايه اسمها؟ الحافظه الجرثوميه. خدناها فين دي؟ خدناها فين دي؟ في عفن الخبز، اسمها حافظه جرثوميه. جواها هنا حاجات صغننه اسمها ايه؟ اوعى تقول جراثيم، اسمها خلايا جرثوميه. اسمها خلايا ايه؟ الخلايا الجرثوميه دي مالها يا حميد؟ الخلايا الجرثوميه دي مالها يا حميد؟ الخلايا الجرثوميه دي مالها يا حميد؟ كلها نون ولا 2 نون؟ 2 نون، يعني فيها مجموعتين من المجموعات الصبغيه، 2 نون. يحصل ايه بقى هنا للخلايا دي؟ يحصل لها انقسام ميوزي. انقسام ايه؟ فيتكون عندنا ما يسمى بفوسفوس. مين صغنن؟ اللي هيبقى نون، انها الجراثيم يا ساده. وتنتهي نص الدوره. بص نص الدوره وبص نص الدوره ديت عملاقه، دي جميله صغننه. كل اللي فيها نبات الفوجيه، الورقه بتاعته في ظهرها في حتت صغيره اسمها البصرات. البصرات عندنا لما كبرناها لقينا جواها حوافظ جرثوميه. الحافظه الجرثوميه فيها خلايا اسمها خلايا جرثوميه، يحصل لها انقسام ميوزي تكون الجراثيم. بس كده خلاص. مين هنا كان نون ومين هنا 2 نون؟ ده كله كان 2 نون ما عدا مين؟ الجراثيم. الجراثيم دي عندنا ايه؟ نون. طبعا هنا في جراثيم، يعني في تكاثر لا جنسي بالجراثيم. ما هي جت منين؟ إيه؟ يبقى هنا النص ده تكاثر لا جنسي. تنفجر الحافظه وتطير الجراثيم، تطير وتقع على بيئه رطبه. بيئه رطبه، بيئه رطبه فيها ايه؟ ميه. فتبدا هنا تنمو، تنبت، انبات، تنبت، تكبر. هي هتكبر ازاي الجرثومه دي؟ هيحصل لها عده انقسامات ميتوزيه، فتبدا تكبر الجرثومه، تكبر، وفجاه وتتضاعف وتتحول الى قلب يا ناس، قلب يا ناس، تتحول لشكل قلبي. قلبي مش قلبي انا، يعني هو قلبي، يعني على هيئه ايه؟ قلب. ايوه، يتكون شكل اهو، بص اهو شكل قلب بالشكل ده. الشكل ده شكل مفلطح يشبه القلب. ايوه قلب، وطالع منه هنا اشباه جذور. هتعمل ايه اشباه الجذور دي؟ عشان تشفط الميه والاملاح، وبرضه يعمل عمليه البناء الضوئي. كده اشباه الجذور والجذور العرضيه الاثنين بيمتصوا الميه. يبقى هنا الطور الجرثومي يحتاج الى الميه عشان التغذيه. الشكل القلبي عنده اشباه جذور، فالعلماء قالوا شكل القلب ده نسموه ايه؟ راحوا مسمينه الطور
المشيجي. اسمه الطور الايه؟ يبقى انا عندي كم طور غيرك؟ عندي طورين، الطور الجرثومي والطور الايه؟ المشيجي. الاطوار المشيجيه فيها اشباه جذور تمتص الماء للتغذيه. وبعدين يا صميد، خير اللهم اجعله خير، ونكتشف ان الاطوار المشيجيه دي لما صورناها بالجنب، بصوا يا جماعه دي صوره ليها من الجنب شكل القلب بس احنا باصين له من الجنب، دي اسمها المقدمه. حلو. الجزء ده اسمه المؤخره. حلو. لقينا اشباه الجذور في المؤخره. حلو. ولقينا هنا يا حول الله يا رب اغرب حاجه تتخيلها، لقينا مناسل مذكره ومناسل مؤنثه. ايه ده؟ مناسل مش امشاء. انتوا عارفين يعني ايه مناسل؟ يعني جهاز تناسلي في الذكر وجهاز تناسلي للانثى موجودين مع بعض هنا. اطوار مشيجيه مذكره، وهنا عندنا مناسل مذكره ومناسل ايه؟ مؤنثه. هنا موجودين على الطور المشيجي. هل انا جبت سيرتهم هنا؟ خالص. يبقى المذكره والمؤنثه ظهرت في الطور المشيجي. تعال افرجك على شكل المذكره. ده الجهاز بتاع المذكر وده الجهاز المؤنث. يا جماعه ده جهاز التأنيث عامل كده خلايا خلايا خلايا. بصي 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 بص، ده الجهاز، او يعتبر احنا بلغتكم انتوا مين اللي قاعده جوه دي؟ اكيد ده مناسل مؤنثه عشان اللي جوه دي اسمها ايه؟ بويضه. استاذ حميده هو الجهاز هنا اسمه ايه؟ قصدي المناسل المؤنثه اسمها ايه؟ حبيبي انت جهاز في الانثى بنسموه الجهاز التناسلي للانثى. هنا بقى مناسل المؤنثه سميناها أرشيجونيا. اسمها ايه؟ أرشيجونيا. كلمة أرشيجونيا يعني المناسل، ده الجهاز المؤنث وجواه بيبقى في حاجة اسمها البويضة. حلو خالص. طب تعالى شوف جهاز التسكين. تعال بص يا ناس، ده المناسل. بص يا ناس، دي المناسل عندنا مين؟ المذكرة. ايوه دي المناسل المذكرة. اسمها ايه المناسل المذكرة؟ انسريديا. اسمها ايه يا حميدة؟ انسريديا دي يعني المناسل المذكرة. وانتوا عارفين اي حاجة مذكرة بيطلع منها حاجات صغيرة. احنا مثلا في الانسان بيطلع حيوانات منوية. هنا بقى المذكر ده جهاز التذكير ده هيطلع منه ايه؟ اللي طالع منه ده بنسموها السابحات المهدبة، شبه الحيوان المنوي بالظبط يعني. فهنا دي اسمها السابحات المهدبة، طالعة من الانسريديا وده جهاز التذكير. وهنا عندنا البويضة قاعدة جوه جهاز التأنيث اللي اسمه أرشيجونيا. يبقى الجزء المؤنث اسمه أرشيجونيا وجواه بويضة، والجزء المذكر اسمه انسريديا وجواه السابحات المهدبة. أول ما تطلع السابحات اسمها سابحات، يبقى لازم ايه؟ تسبح، يبقى عايزة مية. يبقى هنا لتالت مرة لازم الحاجات دي تكون موجودة فين؟ في المية. حد أخد باله المية استخدمناها كم مرة هنا؟ 3 مرات. هنا الجذور العرضية عايزة المية، وأشباه الجذور عايزة المية، والسابحات المهدبة عايزة إيه؟ مية. اللي هيحصل يا أستاذ حميد؟ إيه اللي هيحصل؟ أنا كل ده ما قلتش تكاثر لسه، أنا ما اتكلمش عن تكاثر، أنا بس بينت لك المؤنث شكله إيه والمذكر شكله إيه. إيه اللي هيحصل؟ اتهيألي أنت تقول يا أنا أقول. أكيد هيحصل إيه؟ إخصاب. أستاذ حميد هيطلع السابحات دي تجري تلاقي الأرشيجونيا مفتوح كده، تروح جايه داخله عندنا كده اهو، ويتم عندنا ما يسمى بالايه؟ بالاخصاب. يعني هنا المؤنثه مع المذكره هيعملوا ما يسمى ايه؟ زيجوت. يخرب بيت الزيجوت. طبعا الكلام ده الزيجوت ده هنا يا استاذ حميده 2 نون صح؟
يبقى البويضه نون والسابحات المهدبه نون ما هي سابحات نون وهنا بويضه نون، عمل الزيجوت 2 نون. استاذ حميده هو الارشيجونيا كجهاز نون ولا 2 نون؟ لقينا نون. الله 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 الله. طول عمرنا عارفين الاجهزه التناسليه 2 نون. اول مره تظهر الاجهزه التناسليه عندنا هنا ايه؟ نون. ايه ده؟ في مره بس انا مش عايز اجيب سيرتها دلوقتي، جايه معانا هنا الارشيجونيا مين؟ نون. والبويضه اللي جواها نون. انت نون وانت نون ازاي؟ ما احنا هنا حصل انقسام ميوزي ولا ميتوزي؟ لما يكون نفس الحاجه يبقى اسمه ايه؟ ميتوزي. يبقى الجهاز ده اللي هو ارشيجونيا نون وانتج هنا بويضات نون، انت نون واحنا نون، يبقى لازم يكون الانقسام بيننا انقسام ايه؟ ميتوزي. طب روح هنا الانسريديا نون والسابحات نون، من نون لنون يعني نفس الايه؟ الصبغيات، يبقى هنا عندنا حصل انقسام ميتوزي. فيجي في الامتحان يقول لك ايه؟ الانسريديا عشان تنتج السابحات بانقسام ميوزي ولا ميتوزي؟ استاذ حميد قال لنا ميتوزي. الارشيجونيا عشان تنتج البويضات لازم كمان هي كمان بانقسام ميتوزي. هنا ميتوزي وهنا ميتوزي. طول عمرنا عارفين احنا الذكر الجهاز التناسلي في الذكر بينتج الحيوان المنوي. طب الجهاز التناسلي 2 نون والحيوان المنوي نون. انت كأنثى الجهاز التناسلي 2 نون وبينتج بويضات نون. فاحنا طول عمرنا عارفين ان الاجهزه 2 نون وبتطلع الحاجات اللي جواها نون. اول مره هنا نشوف الاجهزه نون وبتطلع عندنا الامشاج نون. يبقى الامشاج والمناسل الاتنين نون، يبقى اللي حصل ما بينهم انقسام ايه؟ ميتوزي. هنا برضو الامشاج والمناسل الاتنين نون، عشان لما يجي يقول لك عندنا في الامتحان الانسريديا عشان تنتج السابحات لازم يكون حصل انقسام ايه؟ ميتوزي. وعملوا زيجوت. الزيجوت ده اتكون هنا، مش ده القلب اهو القلب ده الزيجوت اتكون هنا. فهيبدا ين وين. طب وده هينمو هياكل منين عشان يبدا يطلع الورق بتاعه ويبقى نبات جديد؟ بياكل من ده القلب ده الطور المشيجي. الطور المشيجي ده قاعد ياكل الايه؟ العجل الصغير ده. يعني انت قصدك ان الطور المشيجي هياكل النبات الصغنن ده، هيفضل ياكله لغايه ما النبات ده يكبر شويه. ده بارد بيتغذى على ده بيسموها علاقة تطفل. اسمها علاقة ايه؟ يعني الصغير متطفل على الكبير، زي ما انت متطفل على اهلك دلوقتي. قاعد تقول لهم ايه؟ هاتوا، عايش حياتك كلها تقول هات. اول ما هتشتغل خلاص انت مش محتاجهم وهتبيعهم. لا طبعا يا حميد احنا مش كده، بس ده عمل كده. اول ما عندنا ده كبر تحلل، ده مات خلاص الطور المشيجي، وده تحول لنبات جديد. طبعا انا قلتها بس حته صغيره كده، بس هي شرحها كله نص ساعه بالتفصيل بقى واحده. انا بس قلت ايه؟ اقول لك معالمها عامله ازاي. هي اللي قدامك دي دوره نموذجيه ولا غير نموذجيه؟ كم تكاثر جنسي؟ 1. كم تكاثر لا جنسي؟ 1. هنا تكاثر لا جنسي بالجراثيم، وهنا تكاثر لا جنسي وهنا تكاثر جنسي بالامشاج. يبقى ده على طول ايه؟ نموذجي ولا مش نموذجي؟ روح بقى اتفرج عليها تاني. انا حبيت اغلس عليك واقولها عشان لما تروح تتفرج عليها ما تبقاش اول مره. وكان الله بالسر عليم.